السلام عليكم. جولتنا النهاردة مش في شارع واحد في اسكندرية أو في مكان معين. جولتنا من ترام الرمل، خط رقم 1. وتعالوا شوفوا معانا متعة إنك تبقى راكب الترام الدورين، تبقى شايف بقى الشوارع من فوق وشايف كل الأماكن من فوق. احنا هنا في محطة فليمنج. محطة فليمنج من محطات ترام رقم 1 أو ترام النصر، أو بشهرته إن هو ترام بكوس، لأن طبعا محطة بكوس محطة رئيسية في ترام رقم 1. وهتلاقي إن أغلب اللي راكبين الترام نازلين فيها، يعني بتلاقي الترام بيفضل تقريبا في محطة بكوس. احنا كده خلاص عدينا فليمنج. بعد فليمنج بقى محطة الوزارة. محطة فليمنج على فكرة اسمها اتغير، قبل كده كان اسمها الكرنك وبعدين بقى اسمها فليمنج. ومحطة بكوس ما كانش اسمها بكوس، كان اسمها أبو شبانة، وبعد كده رجع بقى اسمها بكوس. هو الاسم بيتغير تبع الشهرة، يعني هو كان اسمها أبو شبانة بس الناس كلها بتقول بكوس، فبقت خلاص بقى اسمها بكوس. وفليمنج كان نفس الكلام، كان اسمها الكرنك بس كل الناس بتقول فليمنج، فخلاص برضو اسمها اتغير. كده دي محطة الوزارة، ترام واقفة اهو في المحطة. محطة الوزارة على شارع أبو قير، يعني اللي احنا شايفينه ده شارع أبو قير. شارع أبو قير طبعا لافف حوالين اسكندرية، يعني معظم مناطق اسكندرية، فممكن مرة هيقابلوا الترام مرة هيقابلوا القطر. بصوا بقى زحمة شارع أبو قير، دي ميزة الترام بقى. تركب الترام ما بتشغلش بالك بالزحمة اللي تحت، بس هو في زحمة فوق بقى. الترام من جوه بيبقى يعني زحمة جدا، بس زي ما انتوا شايفين برضو يعني متعة ان انت راكب ترام كده وشايف كل حاجة من فوق وماشي بتتفرج، يعني غير ما انت قاعد مزنوق جوه مواصلة او جوه مشروع. بعد محطة الوزارة محطة بوكلة، مكتوب عليها إيزيس بس برضو هي مشهورة ببوكلة. قلت لكم في فيديو قبل كده ان معظم اماكن اسكندرية ليها اسامي على الخريطة حاجة، والاسم اللي هي مشهورة بيه حاجة تانية. ممكن لو وقفت مع حد تقوله هو فين محطة إيزيس، هيقولك ايه محطة إيزيس دي؟ اقول له بوكلة، هيقولك بوكلة هناك اهي، لكن لا، إيزيس دي مش معروفة اصلا. الترام واقف هنا في المحطة، واقف عشان فيه تحويلة. في بعض محطات في الترام بيبقى فيها تحويلة، لان بيبقى فيها الخطين 1 و2. يعني احنا دلوقتي في ترام رقم 1، لكن يبقى في رقم 2 معدي، فبيبقى في تحويلة الرقم 2 الأول بيعدي وبعدين 1 بيعدي أو العكس. وهتلاقوا بقى كتير واحنا ماشيين بالترام، هتلاقوا الترام وقف في إشارة، وقف مثلا في تحويلة تانية زي كده في مصطفى كامل، في محطة مصطفى كامل. هتلاقوا بقى كتير من الموضوع ده، بس إلى حد ما الترام برضو أحسن من المواصلات. لو هتركب شارع أبو قير ممكن تقعد المشوار اللي هتقعد فيه تلت ساعة هتقعد فيه ساعتين، في الوقت اللي احنا فيه بالذات دلوقتي اللي هو آخر النهار كده 7-8، بيبقى الدنيا زحمة جدا جدا جدا. كده اتحركنا أخيرا.
بصوا بقى هنا الخط بقى التاني بيعدي من الحتة دي، لان الخط التاني له مناطق بيعدي فيها والخط الاول له مناطق بيعدي فيها مختلفين، وبيتقابلوا في بعض المحطات. يعني في مناطق مشتركة هتمر من بين واحد ومن بين اتنين، زي محطة بوكلة اللي احنا كنا لسه فيها، محطة مصطفى كامل. في محطات بقى ورا احنا معدناش عليها يتقابل فيها الترامين برضو. شوفوا الشجر بقى، بتلاقي نفسك بتلمس الشجر وأعمدة الإنارة وانت في عالم تاني فوق. كده احنا داخلين على محطة رشدي، بس برضو هيقف في إشارة. ترام في مشكلته في اسكندرية انه يعني بيبقى ماشي على نفس الطريق هو والعربيات، فطبعا بيبقى فيه إشارات كتير زي ما احنا شايفين. ان شاء الله في خطة تطوير الترام هيبقى كل الترام علوي، فمش هيبقى فيه بقى تقاطعات زي كده، ومش هيبقى فيه انتظار إشارات. ان شاء الله يبقى احسن من كده بكتير. بصوا بقى الترام اللي جاي من الناحية التانية، تحس انك في لعبة صابواي، ترامات رايحة وترامات جاية وتحس انك بتتفسح، انت مش رايح مشوار، يعني رايح مشوارك بس رايح مبسوط مستمتع. عشان كده انا بحب الترام جدا على فكرة، ولما سمعت ان هو هيتشال او هيتم تطويره او كده اتضايقت جدا جدا. انا يعني لما بركب الترام بحس ان انا مبسوطة، انا في فسحة زي ما بقول لكم. المفروض ان دي اشارة تانية كان هيقف فيها الترام، بس الحمد لله عدينا والاشارة مقفولة. احنا كده سيبنا محطة رشدي وداخلين على محطة محمد محفوظ. محطة محمد محفوظ تعتبر من المحطات الهادية قوي، اللي قليلا كده ما بتلقى يعني حد بينزل فيها او حد بيركب منها، فتلاقي الترام برضو ما بيقفش فيها كتير يعني مش بيطول فيها في الوقفة، لانها تعتبر ما بين المحطات، هي مش محطة برضو رئيسية او محطة يعني فيها تكدس. هي مكانها في منطقة مصطفى كامل، عند مساكن الضباط في مصطفى كامل. عايزة اقول لكم ان الوقت ما بين المحطات مش ده الوقت الفعلي اللي انتوا شايفينه في الفيديو، لاني مقصقصة منه كتير علشان الفيديو طبعا ما يطولش، لكن احنا اخدنا وقت اكبر من كده. وهنا الترام بيهدي علشان داخلين على محطة مصطفى كامل، ودي زي ما قلت لكم فيها تحويلة، فطبعا بيستنى لحد ما يفتحوا له السكة.
كده خلاص السكة اتفتحت بقى، وده كده داخل على محطة مصطفى كامل من ناحية الترام رقم 1 اللي احنا شايفينه عند الترام الأحمر ده الخط رقم 2. دي محطة مصطفى كامل. محطة مصطفى كامل بتتميز ان هي فيها الخطين وكمان فيها المخزن بتاع الترامات. يعني الترام لما بيخلص اخر رحلة له، ودي بتبقى الساعة 12 او 1 بالليل، فبيجي بيركن هنا في مصطفى كامل. او لو في بقى عربية ترام بايظة، او لو في حاجة عايزة صيانة، بتبقى هنا برضو في محطة مصطفى كامل. من بعد محطة مصطفى كامل في ترام رقم 1 بندخل بقى على محطة سيدي جابر الشيخ، لان لو في ترام رقم 2 هندخل على سيدي جابر المحطة. عايزة اقول لكم ان كده خلص الفيديو بتاعنا من محطة مصطفى كامل. كان نفسي نكمل الفيديو لحد محطة الرمل، لكن الفيديو هيطول جدا جدا، مش تقدروا تتفرجوا عليه. واتمنى يكون جولتنا النهاردة في الترام عجبتكم، وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية وكل اخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.